الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تسمحون لي بداية قبل القصيدة أن أقرأ لكم القصة. هاي قبل على لسان والدي بال72، قبل بيوتنا ولحد الآن بيوت قصب وطين. فهناك عائلة زوجوا بنهم، صار عنده ولد، الولد عمره 7 أشهر. فصار سوء تفاهم بينه وبين أهله، فعزل عن أهله، فحط بمنطقة بس هو بالمنطقة. فصار فرح بالسلف مال أهله، راح لأهله قال لزوجته، قال له خلنا ناخذ ويانا الطفل. قالت له لا، خليه نايم بالقماط، ترمون والكلب يحرسه بالبيت، ما حد عليه، والكلب موجود بالبيت يحرسه. فراح للفرح. عادة قبل أهلنا من يوصلون للفرح يشيلون وياهم سلاح. من رجع للبيت فتح الباب، تلقات كرمون الكلب ينبح وحلقه كله دم. قال لك هذا كله ابني. سحب المسدس قتل الكلب، قض على ابنه، لقى ابنه كل شيء ما بيه، نايم بالكاروك، لكن ذيب ميت بصف الكاروك. ليش استعجلت؟ تدرين ما اخون. ليش استعجلت؟ تدرين ما اخون. انا بدم وفيت الوصيه، مديد على ابنك وانا مديت، روح وما خفت مني البنيه. قلتني الطفل، قلت له النحر هذا تصير اليوم موتتنا قويه. ليش استعجلت؟ تدريني ما اخون، وانا بدم وفيت الوصيه، مديد على ابنك وانا مديت، روح وما خفت مني النية. قلتني الطفل، قلت له النحر هذا تصير اليوم موتتنا سويه، مو عركة زلم وتفكنا خيرين، عركة صملح غزرت بيه. مو عركة زلم وتفكنا خيرين، صملح غزرت بيه. بي من شلبت خر القصب طين، رتفتك ولا فكن نديه. بي من شلبت خر القصب طين، رتفتك ولا فكن نديه. اخونك وانا ماكل منك كفار، اخاف من الله لا يغضب علي. اخونك وانا ماكل منك كفار، اخاف من الله لا يغضب علي. واخيرا من طحت بس صار جواي، كلب بالكهف صفق الي. بس ماي انا زعم بطل ماي. أنا بخدمتكم طلب من الأخوة، ولكن أنا محضر قصيدة اليتيمة مال اليتيم. عندما كثر الأيتام في العراق، فهناك طفل يخاطب والده وهو يقول: ليش جفك عاف جف وصافح جفوف التراب؟ الناس كان بيها صبح يوم العذاب، تنطرة وتنزل دمعته ونزلتها وبردت يوم الحساب. يما ما العب بعد وقت العصر ويا الجهال، وقوة جبروني امس العب وياهم، ومن لعبنا صار دنيا غروب ردنا نكف لها ان فلان قال. ذاك ابوي من الشغل تعبان جاي وخلى حضنه، ومن حضنه الهم يبيد، وخلى قبل جف ابوي ما رفع ايده على امي. ايده خشنه من التعب وقت الشغل يلوي الحديد. الثاني هم ويا ركض يتلقى ابوه، قال ابوي الخير من جفه يبدي. انا ابوي ما رفع جفه على خدي، يسطر الماي على خده، اعلى البلم لما يصيد، نعم بخدود النهر يغرز المردي. وانا ثالثهم اجيت ابواها سركض، ابواها سركض. كان نسيت انا يتيم، وقلت خلت لقى ابوي ويا فرحتي، بطول دربونة هل انمدت شبكتي. وكان نسيت انا يتيم، ويا فرحت بطول دربونة هل انمدت شبكتي. ومن حضلته اي ابوي، اي ابوي وباوعد طلعت حصرتي ويا فشلتي. نعم مستحى قصة دمعتي. يما هذا العيد جاني وخلى روحا للمراجيح الحدايق. يما روح، يما روح وهو ياهو اللي منعك. رحت للمرجوحة صفنة وما تحرك. قالت وين ابوك؟
وين ابوك؟ يا طفل يراد لك شفل يدفك. والسلام عليكم.